حبايب قلبي عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الملوخيه الخضرا دي؟ انا بقى اوريكم السر بتاع النهارده. الملوخيه دي من غير مخرطه ولا خرط ولا تعب ولا اي حاجه ولا مجهود. دي ملوخيه الخلاط. شايفينها خضرا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نبدا الاول نسمي ونصلي على رسول الله. اهي الملوخيه انا حطيتها في الخلاط وضربتها ضرب متقطع، وهتشوفوا النتيجه عامله ازاي اهو. ولا مخرطه ولا تعب ولا مجهود. وكنت عملتها معاكم قبل كده على القناه وعارفين الطريقه بتاعتها. شايفين بسم الله ما شاء الله تخينه وتقيله ازاي؟ شايفين تقيله ازاي وخضره؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. سهله جدا وبسيطه ومش هتتعبك، وبعدين هتوفر وقت معاكي في المطبخ اهو. زي ما انتم شايفين اهو، نزلت الملوخيه كلها في خلاط. انا كنت جايبه كيلو، حطيتها في علبه. ممكن تحطيها في علبه وتحفظيها في الفريزر زي ما انتم شايفين. بصوا كده جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله، وخضرها حلو ازاي وتقيله وحلوه. وممكن كمان الطريقه اللي تحفظي بيها اكياس التلاجة زي كده، تحطيها في كوبايه وتروحي صبه الملوخيه اللي احنا عملناها. بسم الله ما شاء الله خضرا ازاي وتقيله. لسه طبعا هتزوديها بالشوربه، يعني دي كميه، ده كيلو ده اهو. نزل الكميه بتاعتي كلها ونمسك الكيس كده من الكوبايه بتاعت الطريقه بتاعت الكوبايه دي سهله جدا، عشان خاطر ايه تقدري تحطي الملوخيه تحطي فيها يعني. نمسك الكيس نفرغ منه الهواء اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله دي كميه والله، هو الكيس كبير اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. نفرغ الهواء كده ونلف الكيس عشان ايه نربطه اهو، نربطه مع بعض. لان الكميه بتاعته كبيره فالكيس كان صغير اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين كده، ممكن تحطوها في الفريزر برده كده بنفس الحاجه دي، يا اما في علبه يا اما في اكياس التلاجة دي. بس عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله جدا جدا، انا عملتها كذا مره على القناه معاكم. دي بقى الملوخيه اللي احنا بنقرطفها وبنحط عليها ميه سخنه بتغلي، بعد كده نحط عليها ميه ساقعه. بتبقى بالشكل ده وبالطريقه دي، بتبقى خضرها جميل جدا اهو. شايفين كده؟ انا هحطها لكم كده باينه اهي، باينه اهي في الطبق. انتي بقى اعملي على ايه؟ على الكميات اللي انتي عايزاها، على الطبخات اللي انتي عايزاها، على قد ما انتي عايزه اهي. تقيله، لا خرط ملوخيه ولا تعب ولا اي مجهود. بسم الله ما شاء الله بتطلع جميله وتحفه في الاكل. لو عايزين الطريقه كامله اكتبوا لي في الكومنتات وانا انزل لكم الطريقه كامله بتاعت حفظ